ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده بقى فيديو مختلف خالص. بصوا بقى، النهارده الهندسه يعمل لكم علبه زبادي اللي هي حاجه كده بديل. علبه الزبادي الغاليه اللي معديه طبعا ال 300 وطالع ده 350. دي كمان ارخص حاجه، ارخص حاجه يعني. فاحنا نعملها لكم النهارده بقى بطريقه حلوه جدا، ان شاء الله تعجبكم. و وبحاجات بسيطة، وكمان تكلفة بسيطة جدا. هنقول لكم التكلفة كلها وكل حاجة، وهنعمل كمان الزبادي مع بعض ونشوف النتيجة. يلا بقى نقول بسم الله، والهندسة عايز تسلم عليكم. مساء كلب. الخير على كل مشاهدين قناة الشيف أميرة، وبحيي كل المتابعين وكل من بيقول رأيه بحيادية، ولكل عنده كومنتات جميلة وظريفة. بصراحة أنا بتابع معاها أميرة، وبقول لكم كلكم كل سنة وانتم طيبين، وبقعد عليك أيام بخير يا رب. زي ما الشيف أميرة قالت لكم كده بالظبط، إن الأسعار بره سيبكم حتى من مكنة صنع الزبادي. آه، الاسعار بتاعتها دلوقتي التعبانه بتبدا من 350 لغايه 700 800 جنيه. طب لا، سيبكم من دي خالص. كوبايه الزبادي دلوقتي البلدي، اللي هي الميني، اللي ممكن آه، مش تاكليها حضرتك، تجيبيها عشان تحلفي عليها. اه بالظبط، والله. اه، معلقتين. معلقه ونص بالظبط، او معلقتين من الصغيرين، ب7 جنيه. دي التعبانه، انا اسف في اللفظ يعني، ربنا يسامحني. الحاجه الكواليتي الكويس والعالي بتجيبيها من محل كويس ونضيف كده ب 8 و9 و10 جنيه. فان شاء الله دلوقتي هنصنع الجهاز بتاع ازاي تعملي الزبادي عندك في البيت، وهنحسب التكلفه بالورقه والقلم، وان شاء الله يكون فيديو مفيد لكل المتابعين. وبرضو زي الشيف أميرة ما بتقول كده، لو عجبكم الفكرة، عجبكم الفيديو، ما تنسونوش بالدعم واللايك والشير. وكل سنة وحضراتكم طيبين. ونبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، احنا جبنا العلبة اللي هي بتاعت علبة الخزين دي علبة وسط، مقاسها الأول، دي متطلبات. دي مقاسها 30 سنتي، مسطرة دي 30 سنتي، في عرض 23 سنتي او 22 سنتي. مقاسها حلو على فكرة، لان انا نزلت امبارح لقيت الكبير قوي ولقيت الوسط ديت. فبالنسبة للوسط ديت حلوة جدا، هتشيل معاكي كمية كوبايات جميلة. وهوريكم برضو يعني الكيلو لبن بيعمل حوالي 8 كوبايات 7 كوبايات، حسب حجم الكوباية بتاعتك. فدي هتشيل معانا بإذن الله. ودي ارتفاعها عامل حوالي 18 سنتي. تمام كده. يبقى معانا العلبة. اول حاجة لعلبة الخزين. اه يا شريف، هاتها لهم كده علشان تمام. يشوفوها بس من الجنب. ايوه بالظبط كده. بصوا حلوة جدا من جوه، واسعة وعالية كمان. دي علبة الخزين. لمبة 40 واط. لمبة 40 واط. ماشي. بيكتبي بقى عشان تنزلي تجيبي، عشان انا رحت امبارح سألت ودخلت نمت وصحيت لقيته النهارده جايب كل الحاجات دي، وكان هيشتغل كده ويعمل لكم بقى مفاجأة. دي دواية اسمها دواية اباجورة. دي حلاوتها ان هي لما بتفتح هنا او بتفتح هنا، بربط عليها من جوه كده اهوت، عشان ما تبقاش اللمبه ساقطه كلها بكاملها لغايه الكوبايه تحت. بتبقى رافعه الكوبايه ومنها محكومه في الغطا. وهوريكم ازاي الطريقه. بنجيب سلك مجدول حسب احتياجك بقى، وطول المكان. انت بتقدري المكان اللي على الترابيزه عندك، الفيشه قريبه بقى بعيده، متر، متر ونص، 2 متر، زي حسب المكان اللي احتياجاتك انت انت. هتحطي فيه العلبة يعني على ترابيزة المطبخ، شوفي فيشتك فين، هاتي المتر اللي انت عايزاه، المقاس اللي انت عايزاه من السلك. وفيشه ذكر. والرول اللي هو الايه، الفويل، بس ايه الفويل التقيل بتاع ده البوتاجازات. التقيل، بتاع ده التقيل، البوتاجاز، مش الخفيف. مش الخفيف، مش اللي هو احنا بنجيبه للاكل. ده التقيل، ده رول كده على بقى يعني، ده فرخ تقيل بتاع بوتاجازات، قولوا بتاع البوتاجازات. بصوا نحسب مع بعضينا. انا اشتريت العلبه ديت، يعني ربنا يسامحني يعني.
انا اشتريتها ب 55 عشان بس ادام هنتكلم بصراحه. هي اميره نزلت الاول السوق وراحت للراجل وقالت له بكام، قال لها ب 55. حاولت تفاصل معاه، الراجل مرضاش. طلعت وقالت لي، قلت لها مالكيش دعوه، عملت فيها سبع البرومبا وشملول. قلت لها لا انا ايه انا هتصرف وانا اجيبها لك باقل من كده كتير. فروحت بصراحه الراجل، وراجل طلع راجل طيب وذوق واخلاق. وبعد منهدى معاه الحمد لله عمل معايا واجب وحسبها لي برضه ب 55 شفتوا جنيه بقى زي ما النصيحة والشطارة؟ مش قادرة اوصف لكم. ربنا يسامحنا يعني. رحت عند الكهربائي بصراحه حسب لي اللمبه بالدوايه بالسلك بالفيشه 35 جنيه. يبقى انا عندي كده 55. 55. وجبت برضو من عند الراجل اللي جبت من عنده علبة الخزين، جبت منه فرخ الفويل بصراحة عشان برضو يعني الحق يقال. ده كان ب 25. طبعا اسعار عالية طبعا، ربنا يهدي الناس جميعا. حسبوا لي ب 20. ادي 55 و20 ادي 75. 75. 75 و35 ادي كده 110. 110. شفتوا بقى علبة الزبادي هتكلفنا كام؟ 110. مش حاجة جنب الأسعار بتاعت اليومين دول. انا دخلت على مواقع بدون ذكرها يعني، اللي هي الشراء اونلاين. اقل حاجه ب 350 360. المتوسط بيعدي ال 500 جنيه. طبعا العالي ماركات معروفه بتوصل ل 900 و1000 جنيه. يلا بقى نقول بسم الله كده طيب عشان ما نطولش عليكم. دي الحاجات اللي انا هشتغل بيها. طب انا عدتي بقى اللي هشتغل: مسطره، قطر، قلم عشان اعلم بيه على الفويل، مفك صغير عشان الدواية والفيشة اوصل فيهم السلك، ودي قصافة السلك او قشرة السلك اللي بقشر بيها السلك. يعني براحتكم بقى، في مقص في البديل قصافة. بقى بالظبط، قول لهم ممكن البديل. في قصافة بتاعت الضوافر، مقص رفيع كده بتشيل السلك بالراحة. ممكن نسخن بولاعة كده ونشده برضو بسيطة يعني عشان برضو ما تتعبيش نفسك. كلها حاجات بسيطة ان شاء الله. نتوكل على الله ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ يلا. ورجعنا لكم من تاني ان شاء الله عشان نكمل او نبدأ نعمل تغليف الفويل بداخل العلبة. بصوا انا فردت الجزء الفويل اللي انا اشتريته دوت جاهز من الراجل ده. طوله 85 سنتي في عرضه 55. انا اشتريته كده. فاكيد كله بيتباع نفس المقاس. فانا حطيت العلبة بتاعتي اللي هي علبة التخزين. وعشان برضو تبقوا عارفين انا تقريبا وسطنتها من هنا بمسافه حوالي 18 سنتي. مش معنى ال 18 سنتي اللي هو نفس ال 18 سنتي بتاع الارتفاع دوت، بحيث ان ده هيتغلف معايا في الارتفاع اللي هنا، ونفس القصه من هنا 18 سنتي اللي هيتغلف معايا الارتفاع هنا. وخدت من الجنب التاني برضو بنفس الارتفاع 18 سنتي، ومن هنا 18 سنتي. يعني الأربع اتجاهات هيبقى كلهم 18 سنتي اللي هم ايه؟ الارتفاع بتاع العلبة. بتاع العلبه. كويس. هيبقى معايا الجزئيه دي. انا علمت اهو، خدت 18 سم وخدت العلم بتاعي عشان يبدأ بقى يقص الزيادة عشان يغلف بيها الغطا. بالظبط كده. انتي بقى بالقطر بمقص حامي يكون عندك اشتغلي بس بالراحة يعني. ممكن برضو يعني شغلي باباكم معاكم يعني، خليه يعملها لك. انا عندي الهندسة بقى اهم من الشغل، تظبيط الشغل. فكل حاجة معاه بالمقاس وبالمسطرة وبالقلم الطبع بيغلب التطبع. مهندس يا جماعة، نعمل ايه طيب؟ طيب احنا الجزئيه دي خلاص هنركنها على جنب عشان نبقى نغلف بقى الغطا. تمام. تمام. هنشتغل على ايه؟ التغليف دوت. طيب بالسهل كده ونتوكل الله على طول. احنا هناخد ايه؟ قطعيه دي بالطول كده، نسمي الله.
يسوي الزبادي بتاعنا، بدل بقى ما نغلي ميه سخنه وفوطه ونسخن الفرنه وكل الكلام دوت. نعمل كده بقى، تشتغلي فيها طول السنه، طول الشهر، وتشيليها وتستعمليها كل سنه، وهتعيش معاكي بسم الله ما شاء الله يعني. واحده واحده بس يعني، عشان برضه ايه، ما نبوظش الشغل، ما نبوظش حاجتنا، الحاجه تطلع شكلها حلو. تسلم ايدك يا هندسه. تسلم يا ست الكل ويخليك ليا. انت عايز تعمل كده وخلاص. بصوا كده لازم. شكلها من جوه جميله. تسلم ايدك. كده اتحكمت كلها بالفويل. ماشي كده خلصنا العلبه، نخش على الغطا. دلوقتي احنا ايه، المفروض هنركب الفويل على الغطا. بس انا بفضل يعني هعمل حاجه دلوقتي، ان انا هفتح الفتحه بتاعه الدوايه الاول قبل ما اركب الفويل، عشان وانا بفتحها ما اقطعش في الفويل او يبوظ لي الفويل. هشيل الجده بتاعت اللي جايه معايا كده، مش لازماني دلوقتي. احط الدوايه في النص كده، وهعلم بالايه، بالقلم. وهمسك القطر. هو ينفع لو ما عندهاش قطر تسخن حرف السكينه اي وتفتح حاجه، بيها؟ السكينه ممكن تسخن القطر، ممكن تسخن السكينه، ممكن بالمقص، يعني بالمقص تخرم بوز المقص كده هنا كده، وتمشي بالمقص ده ما يدور. تمام اهو، مسهل لك الدنيا اهو. تمام كده دخلت اهي. كويس. امم واروح جايب انا الغطا بتاعها بالايد اللي انا عايزها. بالظبط كده، الدوايه ديت كده احلى من ان احنا نكون مسقطين اللمبه على طول، وتبقى رايحه جايه معانا ويبقى طويله مثلا على كوبايه الزبادي. لا كده احسن فعلا. بصوا شكلها بعمل ازاي. يا سلام. ايوه بقى. نكمل بقى ايه ونعمل الفويل. هنفك اللمبه، مؤاخذة نركن الحاجات ايه على جنب. وهفك القعده عشان لما اعمل الفويل دي هتنفعني ان انا احبس على الفويل بيها. بوصل كده الفويل معايا. بيسكنوا كده في الغطا، يعني بيسكنوا كده في الفتحات بتاعت الغطا. ايوه بسكنه. بيسكنوا ده جديد ولا قديم؟ احنا عايزين لايكات كتير بقى للهندسه يا جماعه، عشان لما لا يعمل حاجه هنصوره تاني، كل لما يخترع لي كده حاجه اصورها لكم. اللي لسه بقى ما اشتركش يخش ينورني كده ويشترك ويكبر عيلتنا. ضغط على الزياده. تمام.
برضه عايز تلعب المقص عليها، عايز تلعب القطر عليها، بس اللي ايه اللي بيستعمل سلاح حد زي القطر موس ولا حاجه لا قدر يعني ياخد باله. ربنا يستر على الجميع. امين يا رب. كده انا استغليت الجزء بتاع الفويل اللي معايا زي ما هو كده قضى معايا بالظبط، واتبقى القطعه دي. تمام. تمام. اجي برضو كده بالراحه افتح، اعمل نجمه صغيره كده عشان اعدي الدوايه. بس المره دي بقى النجمه دي اعملها لبره. واجيب الدوايه هاخد بالي اللي عديتها واقفل عليها. تمام. تسلم ايدك. تمام كده هنوصل الدوايه بالسلوك. بشيل الظهر بتاعها كده وبخرج القطعه واجيب مفك. طبعا برضه ايه الحاجه اللي بخلصها اقفلها واشتغل بحاجه غيرها، واخد بالي عشان ما اطورش. اجيب السلك. انت جايب قد ايه سلك؟ والله انا جايب 2 متر بزياده. ممكن مثلا انا عندي ترابيزه المطبخ مش فاضيه، مش فاضي. عايز احطها في مكان تاني بتاع، يبقى ايه براحتي يعني، مش مقيد بايه بمكان بحاجه معينه. يعني هاتي سلك بزياده شويه مش مشكله. يعني يعني زودي حاجات بسيطه ليك انت. حابه تلميه، لو حاساه طويل هتلميه باستيك، اللي هو استيك الفلوس دوت. بتني السلك كده نص بس عشان يبقى ايه في عظم او في لحميه كده ايه لما اربط عليه ما يبقاش ايه خفيف. بعد الاول ده من الدوايه بوصل كده اول طرف وبالمفك. بسم الله. اول طرف الطرف التاني. تقدري بقى تخلي باباكو هو اللي يعمل الموضوع بتاع السلك واللمبه دي. يعني انا واحده من الناس بخاف من الكهرباء، فاستحاله اعمل كده. هي مش بصوا بتخاف من الكهرباء، هي عندها فوبيا من الكهرباء. بصوا استحاله يكون بيشتغل في الكهرباء ويقول لي خدي جربي حطي فيه شديد في الكهرباء، اقول له استحاله. انا لو يعني بعمل تيست على اي سلكه وهي في الاوضه الثانيه بتسد ودانها وبتغمض عينيها ما ف... اعرفش. فانا بكره الكهرباء، ربنا يكفينا شرها يا رب جميعا. فخلي باباكي هو اللي يعمل الموضوع دوت احسن. اهيت واحدة. تمام. تمام وزي الفل. نرجع نركب الفيشه بتاعتنا نفتحها، وبرده هنعدي السلك الاول. اوعى تنسوا لازم نعدي السلك الاول من الكفر بتاعها. انا بس بقطع كده سنتي كبير كده عشان ساعات بيبقى ايه الراجل وهو بيقص، او مثلا لو في حاجه مثلا في سنه فاضيه ولا حاجه. راح يا حاج الازازه يتكسر. بس اللي لازم في القايمه على فكره. لا معلش، الترابيزه كلها في الايمن. عايزه اوريكم راسم لي ايه على الازاز. راسم لي، بصوا ايه، راسم لي ورده. بصوا بصوا، جايب جهاز كده، حاجه كده بتعمل اسمه ميني زي. كرافت. تمام، هو اللي هو بيقول عليه دوت. بينحت بيه كده على الازاز. ما شاء الله. لا هو رسيم يعني الصراحه بجد. يعني ما شاء الله عليه، بيعرف يرسم برضه. هنعمل ايه؟ 7 صنايع. 7 صنايع. 7 صنايع يا جماعه. بلاش اكمل. الحمد لله على كل حال، وربنا يديم علينا نعمه الصحه والعافيه والستر. والستر. اللهم امين يا رب. كده هنوصل الفيشه.
انت موسع كده المسمار وبتدخلها وبعد كده تروح رابط المسمار. الطرف التاني. اي طرف في اي حته صح ولا ليها عادي، مكان؟ لا. عادي. اهم حاجه بس ما يكونش فيه الشعر بتاع السلك زياده، طلع بزياده لبره، عشان السلوك ما تلمسش في بعضها وتعمل لا قدر الله ايه، قفله. قفله. وانا احتياطي برضو، يعني اتعودت يعني ان انا السلك بعمل له عقده صغيره كده جوه، اشمعنى؟ عشان ساعات حد بينسى، او الاخت بتنسى، او الابن، او يجي يروح شادد الفيشه من سلكها، يعني مش فيشه كده من الحيطه، شادد سلكها. فلو عمل كده السلك ده بيعمل ايه؟ يتفصل. يتفصل. انما هنا الوصله ديت او العقده ديت بتخلي لو لا قدر الله شد السلك، العقده هتطلع من الفيشه كلها، يعني هتخرج من الفيشه من غير ما ايه، ما السلك يتقطع. تمام، فكره برضه يا جماعه. يعني لو شد كده العقده هنا فيها فراغ ما بينها وبين السلك كده، بحيث الشده تشد الفيشه بالكامل. كده احنا خلصنا الفيشه، خلصنا الدوايه، خلصنا العلبه. وخلصنا العلبه. وادي اللمبه. خد يا يوسف. فاضل الزبادي يا جماعه. خد وصلي. سمي الله. يوسف هيسمي الله وهيوصل. وانت بس تقولي. بسم الله. الله. الحمد لله، لا سحر ولا شعوذه. شايفين كده بقفل كده. اللمبه صفرا يا جماعه. تمام. تسلم ايدك. اهي معلش عشان مسافه بس ايه. شيل الفيشه. حط الفيشه. شايفين النور؟ اه. ان هي مقفوله يعني؟ هي مقفوله، اللمبه منوره من جوه. تمام تمام. بس كده، دي كانت فكره عمل علبه الزبادي. علبه. ايه رايك اعمل لك المشروع ده؟ يلا اللي عايز يشتري علبه الزبادي يبعت لي على الكومنتات وانا بايع العلبه ب لكم. 5 جنيه والحسابه بتحسب. شفتوا بقى كمان، شفتوا فيها كده خصم حسبنا، كمان. عرفتوا ازاي الطريقه، واحنا حسبنا مع بعضنا التكلفه، قلنا طلعت ب 105. 105 105 جنيه بس. ولو لا قدر الله مالكيش مزاج انك تعملي زبادي، رمضان خلص، عايزه تستغلي العلبه، سهل برضه، كانت تنفعك بعد رمضان. في رز بقى، في خزين، في اي حاجه. اي حاجه. يلا بقى نروح نعمل زبادي. يلا يلا نروح بينا. نعمل زبادي. هنا بقى معاك كيلو حليب. كنت غالياه قبل ما نبدا. فطبعا انت هتسيبيه تغليه وتسيبيه يبرد وتشوفيه كده بصباعك زي دمعه العين فيه خالص. تمام. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنحط عليه معايا كوبايه زبادي. اي نوع زبادي، اي نوع زبادي، انا بحب البلدي. بس ابو يوسف يعني ربنا يبارك له، هو نازل جاب اللبن وجاب الزبادي وجاب العلبه وجاب كل حاجه علشان نعمل مره واحده. تمام. طيب هنحطي ايه؟ هنحطي معلقتين كده من الزبادي. بصوا هو انا ما بحطش علبه الزبادي الصراحه، يعني بصوا هي ما فيهاش معلقتين، انا هحطها كلها كده اهو. هي صراحه ايه مش كبيره يعني. تمام. نحط كمان معلقه كده من السكر. بقى تضربيها بالمضرب كده، بالمضرب. تمام. انا بقى بحب اعمل الخطوه دي في الخلاط، يعني بحب اضربه كله في الخلاط. حطيته كده كله في الخلاط اهو. ابدا بقى اضربه شويه في الخلاط علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص، ويديني فوم، والفوم ده بيعمل وش قشطه. انا بحب اللبن ابو قشطه، انا بحب اللبن البلدي. يعني انا لما بعمل بكوبايه لبن بلدي، وفي الاخر انت بتخلي بقى كل مره كوبايه تبقى الخميره بتاعتك، يعني تبقى الخميره بتاعتك كل يوم تشيلي كوبايه او نص كوبايه كده، دي بتبقى الخميره بتاعتك للزبادي. يعني مش هتجيبي زبادي غير مره واحده. معايا بقى هنا 6 كوبايات. كمان ابو يوسف جاب لي كوبايات، بصوا قمر بجد والله العظيم، عشان انا اصلا ما عنديش كوبايات صغننه كده اعمل فيها الزبادي. كان عندي طواجن واتكسروا ب 30 جنيه. ب 30 جنيه يا جماعه كوبايتي 6 كوبايات بس بجد حلوين قوي. طبعا ما شاء الله اكبر من كوبايات الزبادي اللي في الشارع. فاحنا بقى مش هنعملها كلها عشان لو عندك اطفال اكيد مش هيشربوها، يعني مش هياكلوها كلها. هبدا بقى كده اصب بسم الله. شايفين بقى الزبادي فوم ازاي؟ يعني هو كده حلو. بسم الله. براحتك، عايزه تكمليها كمليها. كيلو، يعني انا كيلو كان بيعمل لي حوالي 8 كوبايات. هنشوف دلوقتي ده كده هيعمل معانا قد ايه. 8 كوبايات واحنا 4 افراد، يعني بيقعد معايا يومين. يعني هتعملي زبادي كل يومين.
تقومي الصبح كده زي الشطوره، تكوني جايبه حاجتك وتصحي الصبح تروحي عاملاها وتسيبيه بقى براحته يعني اول حاجه ابداي بيها وسيبيه يتعمل، وبعدين بعد ال4 ساعات ابدأي دخليه التلاجة. تعالوا كده نحط ونشوف هياخد معايا كوبايات تاني ولا لا. تمام، بسم الله. بسم الله. بصوا انا بعشق الفوم ده بيديني وش للزبادي. ايه بصوا انا هجيب لكم الصوره من فوق. بصوا بقى ثواني كده، بصوا هحط كوبايه كمان اهي هنا كده. استنى بس هحط لها الزبادي بتاعها. خلاص هي مش هتشيل اكتر من كده يعني، مش عارفه دي هتيجي ولا لا، لو جت يبقى زي الفل، لا مش هتيجي. عايزه كوبايه ارفع. بصوا هقول لكم عندي كوبايات، هوريكم كده كوبايات انا جايباها. بصوا بقى انا كنت جايبه الكوبايه دي اصلا هعمل فيها الزبادي. تمام، فاحنا هنجربها يعني، ابو يوسف قال لي هي خفيفه، فانا هحط 2 في بعض علشان نشوف هتستحمل السخونيه اصلا ولا لا. وانت كمان الكوبايات اللي انا جايباها دي يعني هي عريضه شويه، تقدري تحطي كوبايات اصغر فهياخد معاكي ما شاء الله 8 كوبايات. تمام، يلا كده بسم الله. هزود بقى ايه الباقي الكوبايات التانيه كده اهوت. نزود كده الكوبايات اللي كانت ناقصه معانا بقى. تمام 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 تمام، ما شاء الله اللهم بارك، زي الفل. انت بقى الكوبايه من الصغيرين دول خليها خميره، يعني ايه شيليها كده تبقى خميره. تمام، بس كده. طبعا اي حاجه هتبقى تنزل فيها، انا عايزه اوريكم بس ايه تنزل فيها، تعالي بفوطه مناديه كده وابداي ايه ابداي مسحيها. يلا بقى نقول بسم الله وهنغطيها ونشغلها، وبعد 4 ساعات نشوف الدنيا بقت فيها ايه. حبيت بس اوريكم من فوق كده الزبادي اهو، الكوبايه ما شاء الله بتاعتنا مليانه، شايفين ما شاء الله ما شاء الله. تمام كوبايات 2 4 6 8، وهي حلوه كوبايات مليانه وكبيره يعني ما شاء الله. كده اهو بقى نحكم بقى نقفل كويس جدا كده اهو، وبعدين هنشغل بقى. والله كيوت كيوت، شكلها عسل عسل وعجباني قوي. على فكره صحيح فكره العلبه دي بتاعتي، فكره علبه الزبادي دي فكرتي، والتنفيذ طبعا ابو يوسف. هنا بقى شغلتها اهو وركنتها اهو كده على الترابيزه، وكمان انا حاطه الفيشه في تايمر ظبطته على 4 ساعات. التايمر ده هوريهولك دلوقتي، بيتباع عند اي كهربائي، لو حابه تجيبيه جيبيه، مش حابه خلاص مفيش مشكله. انت كده كده لو هتعمليه اعمليه من الصبح. انا بس عشان انا كده يعتبر الساعه 12 بالليل 12 ونص، فطبعا هسيبه ظبطته على 4 ساعات، فهسيبه بقى ايه وهو يفصل لوحده. تمام كده. واشوفك بقى ان شاء الله بعد 4 ساعات. تعالي بقى اوريك التايمر اهو. التايمر اهو، ده التايمر ابو يوسف ظبطه على 4 ساعات. عشان تعرفي شكله يعني، لو حابه تجيبيه مش حابه تجيبيه خلاص براحتك، اظبطي المنبه يعني. تمام كده، ده شكله كده اهو. اشوفك بقى على خير بعد 4 ساعات. تعالوا بصوا بعد 2 ساعتين ونص، اللهم بارك، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اوريكم بس ان هو ما شاء الله متماسك سخن جدا. بس انا هسيبه شويه كمان بجد، بسم الله ما شاء الله. حلو. انا هسيبه بقى طبعا الساعه دلوقتي 3، من 12 ونص ل3 يعني حوالي 2 ساعتين ونص. هسيبه بقى لحد الساعه 4 واشوفه تاني الساعه 4. الزبادي بقى بتاعنا اهو اتعمل بعد 4 ساعات. طلعته لسه سخن. بصوا الزبادي بتاعنا متماسك. بصوا لسه هحطه كمان في التلاجة. حلو قوي. الكوبايه اللي هي انا قلتلكوا عليها ممكن تسيح، لا ما حصلهاش اي حاجه، بقت جميله اهي ما حصلهاش اي حاجه ومتماسكه. شايفين الوش، شايفين قشطه حلوه قوي. والله جربي بقى، جربي ان شاء الله يعجبك. واعملي بقى كده وان شاء الله تاكلي احلى زبادي. حطه بقى في التلاجة شويه ساعه ولا حاجه،
يهدى بقى ويبرد، وبعد كده ايه نشوفه بالمعلقة. هنا بقى بعد ما طلعنا الزبادي بتاعنا من التلاجة والجمال والحلاوة بتاعته، بجد والله العظيم انا سبته يعتبر ايه يوم كامل، لان انا حطيته الصبح طبعا لما طلعته، حطيته في التلاجة وسبته ورحت عند ماما وجيت وطلعته. بصوا الجمال، بصوا بصوا بجد والله، بصوا لا بجد متماسك حلو قوي تحفة. بصوا كمان، بصوا متماسك ازاي، بصوا كريم ازاي، بصوا لا ما شاء الله حلو قوي. امم طعمه تحفة. تقدري كمان بصي يعني ولا مية ولا اي حاجة، حلو قوي. الكوباية اللي احنا قلنا عليها هتسيح مساحتش، دي انا اكلتها الصبح اول ما صحيت عشان كان بجد طعمه حلو قوي. جربي بقى ان شاء الله هيعجبك. بصي الحلاوة، بصي الجمال، لا جربي بجد، متماسك قوي. يلا بقى اعملي بقى العلبة وجربي بقى الزبادي بتاعنا، وان شاء الله هيعجبك. وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. يلا بقى لو لسه ما حطيتيش لايك حطي بسرعة يا عسل، وخشي يلا ونوريني واشتركي في القناة، واقول لك مع الف سلامة، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.